أو وقع الخلاف بيننا وبين بعض إخواننا في هذه التي تعرف بالمصادر المجهولة، القنوات والمجموعات المجهول أصحابها. نحن قلنا، وهذا تبعا لعلمائنا، لأننا لا نأتي بشيء من عند أنفسنا، ما نحن إلا تبع لغيرنا، متمثلين قولهم يعني سلف هذه الأمة: لو سكت الجهال لقل الخلاف، ولو أن أرجعنا الأمور إلى كبارنا لاجتمعت كلمتنا. الخلاف سببه دخول الصغار وتطاولهم وجرأتهم في مسائل ليست لهم بحال. وتكلم العلماء في هذه المسألة وقالوا لهؤلاء: تكسروا أقلامكم وكونوا تبعا لكباركم، إلا أنهم أبوا وعارضوا وعاندوا، بل ليس هذا فحسب، تكلموا في من خالفهم بكلام شنيع. قد سمعت مؤخرا صوتية لأحدهم، هذا الغنبي، يقرر فيها تقريرات أسأل الله جل وعلا العفو والعافية لأجل هذه المسألة، ولا أظنه إلا جاهلا بمثل هذه المسائل، لأنه ما زال لم يشتد عوده في باب العلم، وما زال صغيرا. أتى بتقريرات وقواعد خطيرة، لو كان يعي ويعلم معناها لكان متهما لسلف هذه الأمة. لا علينا، حتى لا أطيل في هذا الباب هذا. هؤلاء ربما يعترض معترض أن هذه القنوات جاءت بأمور وجاءت بحقائق وجاءت بكذا وجاءت بكذا، يعني نتائج. لا يأتي آتي ويقول الغاية بر الوسيلة. المهم أننا وصلنا لفضح أولئك وفلان وفلان بمثل هذه القنوات، يعني إلا هذه القنوات التي تتكلم وتبين الحق وتصدع به، إذا لا خير فينا، لا خير فينا. إذا كان من يصدع في الحق بالحق منا لا يعرف، لا خير فينا. أصحاب الحق يصدعون به ويبينونه للناس ولا يكتمونه، ولله الحمد والمنة. والباطل فضح قبل أن تكون هذه القنوات أصلا، أسهمت بقدر مشكورة على ذلك، ولكن لا ينبغي أن تفرض نفسها مصدرا من مصادر التلقي. الجهالة علة قادحة يا إخوان، لا نأخذ أحكامنا ولا ننقل أخبارنا عن المجاهيل. إذا كان في زمن الصحابة الجيل الأول، الجيل الفريد، قالوا كان الرجل إذا قال رسول الله يريد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابتدرناه بوجوهنا أو بنفوسنا. ولكن بعدما وقعت الفتنة أصبحنا نقول سموا لنا رجالكم. لابد أن نعرف من صاحب. قد تعدل إنسان، أنا أجرحه، أخالفك في هذا،
أنت لست معصوما وأنا كذلك، نختلف في هذا. ولكن لو جلسنا وجئت بما عندي وأنت جئت بما عندك، نصل إلى، لأن الجميع طالب حق، نصل إلى الحق، إلى النتيجة. لكن الخلاف وارد، وقد وقع حتى بين الأئمة، أئمة الدنيا، أئمة الجرح والتعديل اختلفوا في بعض الرواة، هذا وثقه وهذا، اختلفوا في بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. الإمام الشافعي يرى التوثيق على الإبهام، وخالفه الأئمة، يقول حدثني الثقة، ولكن ما قبلوا قوله على الصحيح من أقوال أهل العلم، تحفظا نقول على الصحيح من أقوال أهل العلم حتى لا يحمل كلامي ما لا يحتمل. فهذه لا تصلح في هذا المقام، لا تصلح في هذه المقام. كما أن الغاية ينبغي أن تكون طيبة، فالوسيلة كذلك يجب أن تكون كذلك، أن تكون